يا زارعين الورد، هذا الورد والله عندنا وردة ما في زيه. نشوف هذا ربع كيلو. ربع كيلو؟ ربع كيلو يعني تقريبا سعره 37,000. 37,000؟ نعم. طريقة القطف تمسك الحبة كده كده وتنكسر كده. ايوه سهلة قوي. اي مرة. انا المسكة دي تعملها بتاع مليون جنيه. صح؟ نعم تقريبا. هذه خبز الملة. الملة ايوه مع السمن والعسل. ده طائفي. هذا طايف. دي أكلة أساسها الطائف أصلا؟ هذه أكلة يعني بعد السليق الطايف. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده مهم جدا جدا. النهارده جينا مدينة الطائف لواحدة من أشهر المدن في العالم لإنتاج الورد. الورد الطائفي هو من أشهر الأنواع في العالم وأغلاهم، لأنه هو بيتصدر لمعظم دول العالم. وهنا الورد الطائفي مشهور جدا جدا، يعني ممكن تلاقي علبة صغيرة كده ب 1500 ريال. فخلينا نعيش التجربة مع بعض. اول حاجه دلوقتي هنعملها اول ما جينا المزرعه بنفطر الاول، وهنخش المكان طبعا اوريكم المكان اللي هنفطر فيه، وبعد كده نبدا في قطيف الورد يعني ان شاء الله باذن الله. وده المكان اللي احنا هنفطر فيه ان شاء الله. 44 مكان روعه. موزن ورد. من بني عمر من الرابعانة. من رابعانة تري من رابعانة من ايات من بني عمر. كنا شاب لكن دحين شيبان والله ما عندك. تفضل يا حبيبي. تسلم ايدك. شكرا. هذه خبز الملة. الملة. ايوه مع السمن والعسل. ده طائفي. هذا طايف. دي اكله اساسها الطائف اصلا؟ هذه أكلة يعني بعد السليق الطايف. بعد خبز الملة مع السمن والعسل. ده وهذا العسل. اقول تشرب الطايف من الشبع عشان مدرس. ما ابغى يشرب الطايف، افطريه بس. الورد من المزرعه كما تشوفوا عينكم. ينقص الورد في شهر واحد، لكن احنا اخرنا القصه. دلوقتي احنا نزلنا في مزرعة الورد. عايزك تحكي لي ايه افضل وقت في قطف الورد، ومن الساعة كام؟ يعني بعد شروق الشمس. بعد شروق الشمس. بعد شروق الشمس نبدأ نقطف الورد. لأن كل ما تأخرت عليه الوقت أوه. وضربته الشمس الدهن بيطلع منه. ايوه وتبيض الوردة، يعني ما راح نستفيد منه. افضل شهر بقى في السنة اللي هو ثاني شهر ميلادي. ثاني شهر ميلادي. أي. ايوه فبراير ان شاء الله فبراير. ايوه. وكلمني شوية عن الورد وبيتصدر الورد فين. يعني احنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى مزرعة سالم بن مشاهيد نبدا قبل الورد بشهر شهرين نبدا بقصه تتقلم على الاشجار، طبعا تصير زي كذا. تمام. بعده نعطيها السماد الطبيعي اللي هو سماد الغنم. ايوه. ونعطيها الري مويه. وبعده بشهر تقريبا يبدا الانتاج. بعد ما نقطف وعمليه الوزن اللي مرينا بها نبدا نوديه وين؟ المعمل. المعمل اللي هو هنا برضه. المعمل لا قريب شويه. قريب. ننتج منه دهن الورد ماء الورد. ده بيتصدر لفين؟ والله داخليا داخل السعوديه وبرضه خارج السعوديه في طلبات الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طريقه القطف تمسك الحبه كده وتنكسر كده. ايوه سهله قوي. اي مره. شوف كسر سهله قوي. ايوه بالضبط. بس انا اشوفك تحط يدك كذا، لا كذا. شوف بص حضرتك كذا تمسكها كذا زي الخنق. كده كده. ايوه لا رجع يدك شويه. اي يا سلام برافو يا سلام. طب دلوقتي بقى بنروح على فين بقى بعد القطف؟ بنروح على فين؟ على عمليه الوزن. الوزن. اي عشان نشوف عدد الانتاج اليوم كم. بعدين بعد الوزن ناخذه بكميات في الشوال وعلى المعمل نعرف الانتاجيه حقتنا كم. كل شوال فيها 2000 3 4 على حسب امكانيه القدر اللي هو ايش؟ اللي هو على حسب الكميه 1000 او 2000 او 3. تمام. طب خلينا نروح على هناك. توكلنا على الله. يلا بينا. السلام عليكم. فيديو اظن عندكم بقالة. والله عندنا طال عمرك حيروا القصه. عايزين نعرف ايه اللي احنا بنعمله دلوقتي يعني. طيب دحين بعد القطف حق الورد تمام. الحين نقوم بالوزن. الوزن. اي على اساس ننقل المعمل وهو موزون معدود جاهز. بيبقى طريقه الوزن بتبقى ازاي؟ طريقه الوزن نعد 125 بالحبه. و125 تطلع 250. بعدين نوزن كل سله 125 125 250.
تمام. السنه اللي بعدها 250 250 تساوي كم؟ 500. الحين عندنا موجود هنا كم؟ 500. 500 نوزن على 500 500. الحين. اي بس هي بتبقى بالطريقه يعني مش بالعدد بالظبط. لا بالعدد، بالعدد. 125 حبه و125 حبه 250 ونوزن على 250 ولين 500. تمام. اذا كان عندك كميات كبيره نوزن على كم؟ على 1000. على 1000. اذا كان مره يعني غزير الورد على 2000. ايوه. اي دلوقتي ونعبيها في اسمه شوال عندنا. الشوال. ايوه الشوال شوال هذا هنا برضه. كل شوال ياخذ له 2000. 2000. ايوه اساس لا رحنا المعمل هناك تبقى انت عارف ده رقم ده قد ايه، 2000 او أيوة، 1500 او 2000. إيه، لان البذور عندنا حقت تقطير الورد كميات معينه. خلاص. طب دلوقتي طريقه التعبئه دلوقتي دي انت بنشتغل على ده. اي مظبوط. بتعبي ازاي بقى كده؟ هذا 250. يلا حط يدك معاه كده يعني. يا سلام يا سلام. بس كده حاسس ان كتير قوي. اي في زياده. اه. بس كده. وتوصينا شويه. ها ما عليه. كده كتير قوي. إيه بتبدا كده. تنقص بقى. نبدا ننقص لين تتوازن الكفتين مع بعض. لا كده زي الميزان العداد هذا ما أحسن. كده تمام صح؟ كده 500. كده 500. اي ايوه. بعد كده بيروح على المعمل صح؟ ايوه بعد ما نغلق الوزن وهذا نطلع على المعمل على طول. فين المعمل؟ المعمل الموجود هنا. أي. ده كتير برضه. وصلنا دلوقتي للمعمل اللي بيتعمل فيه الورد. هنخش دلوقتي اوريكم كل حاجه. الحين نحط 40 لتر في كل قدر نحاس. بعدين نحط الورد على حسب مساحة القدر، ياخذ من 12000 إلى 15000. كل شوال فيه تقريبا 4000 إلى 5000 وردة. كله هنا ولا نصه؟ كت هذا ماء الثنو اللي حق طب 5 نضيفه على الورد على اساس ايش؟ يطلع معنا الانتاج ان شاء الله افضل واحسن. ان شاء الله. بيقعد وقت قد ايه بقى لحد ما تقريبا يقعد من 6 الى 7 ساعات. من 6 ل 7 ساعات عشان بعد كده اي يبدا بعد 6 ساعات يبدا ايش؟ عمليه بعد ما نولع النار. الحين راح نمر بمراحل. نولع النار بعد المويه. الحين عمليه ايش؟ تركيب القطع. دي طريقه معينه؟ هي لازم لها طريقه ولها وزنيه. شوف كذا خلاص. الحين نقوم بايش؟ بشرطه على القدر باحكام عشان ما ما ينسم، لانه لو نسم راح عليك الطبخ كله. ننتظر 20 دقيقة بعدين يبدأ التقطير. يتسخن القدر ويبدأ التقطير هنا. إذا بدأ التقطير هنا تاخذ هذه من 4 إلى 5 ساعات حتى يتعبى. حتى تتملي. تتعبى موية العروس. العطر بيكون هنا. الدهن العطر. نسحبه بالبرواز. نطلع القورة هذه وندخل هذه الثانية اسمها الثنو. هذه بتكون فيها عطر وريحتها قوية وطعمها مر. مرحلتين يعني. وهذه الثانية لا طعمها خفيف ومرارتها خفيفة. مو زي الأولانية هذه. بكره في الصبح ننظف القدر ونحط 10 15 قدر ونرجع دورتين هذه لازم فيها. اسمه هذه عمليه تكريم. الحين عمليه توليع النار. دي فائدتها دي بقى عشان يبدا يقطر. عشان يبدا يقطر فعلا كذا. بعد 40 دقيقه من اشعال النار يبدا يسخن. هذا شوف هذا ربع كيلو. ربع كيلو؟ ربع كيلو يعني تقريبا سعره 37000. 37000؟ نعم. ده بيبقى كام طولة ده؟
هذا ممكن تقريبا 25 تورة. 25 طن، ده سعره 37,000. 37. ده كده المنتج النهائي. كده المنتج النهائي، بس يتعبى في تولات بسم الله. الصغيرة. ايوه نعم. التولة الصغيرة دي اللي هي 1500. التولة هي ب 1200 الى 1500، يعني تتراوح اسعارها زي كذا على حسب ايش مواسم الورد. يعني في كلها كان انتاج الورد قليل بيغلى، اذا كان الورد متوفر بينزل سعره. يعني اللي انا ماسكها دي تعملها بتاع مليون جنيه. دلوقتي احنا بعد ما خلصنا كل حاجه وعرفنا المراحل، ده المنتج النهائي صح كده؟ هذا المنتج النهائي. ده عباره عن ايه؟ يطلع اه مويه الورد تمام. العروس، ويطلع الدهن فوق طبقه زي ما انت شايف. وبعدين لا طلعت هنا نطلع القاروره هذه، تمام، نخليه يصفى طبيعيا، ونقطف الورد اللي هو هذا الدهن اللي نسميه دهن الورد الطائفي عطر الملوك. تمام، عرفت، لانه اغلى دهن في العالم. ده بيتباع ازاي هنا؟ يعني تقريبا تتراوح من 1200 الى 1700 ريال التوله. القاروره دي؟ لا التوله 12 ملي. 12 ملي. يعني هذا ممكن يجي 5 6 تولات ما شاء الله. اي ونحط القاروره الثانيه اللي هي الثن، ما يطلع فيها دهن. يطلع انتاجها خفيف، لان الدهن طلع في القاروره، طلع في الاولانيه. ايوه، اللي نسميها مويه العروس ودهن الورد. وهذا دهن الورد. ده كده المنتج النهائي اللي بيتباع. هذا المنتج النهائي، بس باقي له مرحلتين او 3 تصفيه. في شوايب لو تلاحظ هنا نحط المويه تحت عشان ايش؟ يبدا تصفى الشوايب. انت في الاول بتحط المويه وبعد كده فوق الورد عشان تصفى تحت؟ اي نعم، يصفى، تنزل الشوايب كل ابوها منه. عادي يا عم، عادي حتى لو بتسوي زي كده بيرجع. شايف؟ تنزل الشوايب منه. ايوه شايف؟ دي كده كل مراحل كل مراحل من القطف الى التقطير الى سحب الورد. وبكده يبقى عرفنا كل مراحل الورد الطائفي. وشكرا ليك يا اكرم، حياك الله، تعبناك النهارده يا صديقي. السلام عليكم. دلوقتي احنا بنتمشى في قلب المزرعه، وبصراحه الاجواء حلوه قوي قوي. في معلومات كتير جدا عرفتها عن الورد النهارده، لان انا اصلا ما كانش عندي اي معلومات للورد. فالورد لا، تجربه مختلفه جدا جدا، واي حد يجي الطايف لازم تيجي تعيش التجربه هنا مختلفه جدا جدا. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وسلام عليكم.